كل فتره بلبن بينزل باعلان بيكسر الدنيا، بس السؤال هنا هل هو بيكسب من الدعايه ولا من الجدل؟ وهل الطريقه دي تعتبر عبقريه تسويق ولا ضربه حظ؟ لو بصينا اعلانات بلبن زي اعلانهم الاخير اسفين عشان جامدين، هتلاقيهم انهم دايما بيعتمدوا على 3 حاجات اساسيه تخليهم حديث السوشيال ميديا كله. اول حاجه اسماء غريبه بتخلي الناس تسال وتتكلم. تاني حاجه اعلانات مثيره للجدل بتضمن ان الكل يتكلم عنهم سواء بالسلب او بالايجاب. تالت حاجه ردود افعال قويه من الجمهور تديهم تسويق مجاني بالملايين من غير ما يدفعوا اي جنيه. ولكن ليه ده شغال معاهم؟ والله يا صديقي الفكره هنا مش بس في الاعلانات لكن في فن صناعه الترند. الشركات الكبيره بتصرف ملايين عشان الناس كلها تتكلم عنها، ولكن بلبن بيستخدم استراتيجيه الجدل عشان يحقق نفس التاثير باقل تكلفه. يعني بدل ما هو اللي بيدفع فلوس الاعلانات، الناس هي اللي بتسوق له ببلاش. هنا بقى السؤال المهم، هل الجدل دايما مفيد؟ والله خليني اقول لك ان الجدل ممكن يكون سلاح ذو حدين. لو لعبته صح هتكسب شهرة ومبيعات، ولو زودت الجرعه ممكن تخسر جمهورك وتواجه هجوم شديد يضرك اكتر ما ينفعك. والخلاصه ان التسويق بالجدل ممكن ينجح مع بعض البراندات، بس مش اي براند يقدر يستخدمه بذكاء. لازم يكون عندك منتج قوي وتعرف امتى توقف قبل ما تخسر ثقه عملائك. قول لي في الكومنتات دلوقتي، هل شايفين التسويق بالجدل ده شطاره ولا مخاطره؟ وهل لو عندك براند كنت هتلعب نفس اللعبه؟ وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والتابعنا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو جايب افكار جديده. سلام.